مرحبا، كيفكم؟ يعطيكم العافية. اليوم رح نعمل مع بعض ألذ وأطيب كيكة طرية وهشة بطريقة سهلة جدا، مكوناتها جدا بسيطة. تابعونا لآخر الفيديو لتتعرفوا على عمل الوصفة. بالبداية هون رح استخدم 4 حبات من البيض. طبعا كلكم تعودتوا انه لازم يكون البيض عنا بنفس درجة حرارة الغرفة. رح انزل هون عليهم كوب من السكر. طبعا هون عندي الخلط بده يكون أول شي على أقل درجة موجودة عنا. رح نستمر هون عنا بالخفق لحد ما يتغير شوي معنا اللون ويصير مثل ما انتم شايفين. نزلت عليهم معلقة صغيرة من الفانيليا البودرة ومعلقة صغيرة من بشر الليمون. رح استمر هون عنا بالتقليب. طبعا مثل ما انتم شايفين القوام صار كريمي عنا، صار لونه مايل للون اللي هو الأبيض الكريمي. هلأ هون رح أنزل عليهم كوب من الزيت النباتي ورح أرجع أخفق مرة تانية. طبعا صبايا أول مرحلة بالبيض والسكر أبدا ما بنوقف عنا الخفق وبنضلنا مستمرين من مدة 7 إلى 10 دقائق. هلأ هون نزلت معي كوب من الحليب السائل. الحليب السائل طبعا لازم يكون معنا دافي. رح نرجع نخفق مرة تانية. طبعا هون الخفق عنا رح يكون لمدة 2 ثانية مش أكتر من هيك. وأول ما خلصنا هون كل المكونات السائلة رح أنزل عليهم المكونات الجافة. حطيت هون كوبين من الطحين. طبعا استخدام الطحين جدا مهم إنه يكون النوعية المنيحة. استخدمت طحين الفاخر. نزلت عليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر ومعلقتين كبار ممسوحات من الكاكاو الغير محلى. حطيت ذرة من الملح. طبعا رح أنزل هون عندي الطحين على مرحلتين. المرحلة الأولى رح أنزل نص الكمية ورح أخفق هون عنا بالمضرب اليدوي بهذا الشكل بطريقة جدا خفيفة وبسيطة. يعني أبدا ما بدها تكون عنا سرعة بالخفق إلا بطريقة يعني سريعة شي بسيط. طبعا هون بدنا نتأكد من هاي الخطوة إن كل التكتلات والطحين والعفوا الكاكاو اختفى معنا تماما وأبدا ما عنا أي تكتلات. هلأ رح أنزل الدفعة الثانية من الطحين ورح نشوف إذا في عنا بقايا أو شيء. طبعا هاي الخطوة جدا مهمة اللي هي خطوة النخل. لازم صبايا الطحين هون ننخله ونتخلص من أي تكتلات موجودة بالطحين. طبعا هون رح نستمر بالخفق لحد ما يوصل لهذا القوام معنا. مثل ما انتم شايفين القوام أبدا مش جامد معنا. بالنسبة للقالب اللي أنا استخدمت القالب الوسط. طبعا هون شرط أساسي إني أدهن القالب بالسمنة أو بالزبدة بالشي اللي أنتم بتحبوا. طبعا هون رح أنزل عليه كمية من الطحين. رح أوزعها بكل القالب وأتخلص من أي طحين زيادة موجودة عنا. هون طبعا بعد ما خلصنا كل كمية خليط الكيك رح أنزله بالقالب. طبعا صبايا لازم نكون محميين الفرن قبل ب10 دقايق على درجة حرارة 160 من الرف الأوسط. النار بس بنشغلها من الأسفل. طبعا مدة الخبز عندي أخذت ما بين 40 و45 دقيقة. كل من واحد فيكم بيرجع لطبيعة الفرن تاعته ودرجة الحرارة. أبدا ما بنفتح على الفرن إلا بعد 35 دقيقة وبعد هيك بنختبر استوائها. طبعا بالنسبة صبايا هون للصوص اللي أنا استخدمت هون 2.5 كوب من الحليب السائل وحطيت عليهم معلقة كبيرة من الطحين، معلقة كبيرة من النشا، وحطيت عليهم نص كوب من السكر. حركتهم هون على البارد وبعد هيك رفعتهم على النار. طبعا هون بصبايا أبدا ما بدنا نخلي عنا الصوص يتقل معنا ويصير قوامه مثل المهلبية. يعني بحال أول ما بلش معنا يطلع فقاعات صغيرة فورا بنطفي عليه وبنشيله عن الغاز. رح أنزل هون عليه معلقة كبيرة من الزبدة وحطيت 100 جرام من الشوكولاتة البيضة ورح أنزل عليهم معلقة صغيرة من الفانيليا البودر. رح أحركهم هون. أبدا طبعا ما بنحطهم هون على النار، فقط رح نستمر بالتقليب. وآخر شي نزلت عندي هون نص كوب من الحليب السائل. فور أو أول ما تبلش تذوب عنا هون الزبدة بنحطها بصحن على جنب وبنتركها لحتى تبرد.
لحتى نزين فيها الكيكة. طبعا هون بعد ما بردت معنا شوي قلبتها بهذا الشكل وبلشت إني أزينها. طبعا أنا استخدمت هون عندي الأداة الخاصة بالتزيين، فيكم تستخدموا أي شيء أنتم بتحبوا تزينوا فيه. بتمنى أنكم عن جد تجربوا هاي الكيكة. كيكة جدا طرية وجدا هشة، أبدا ما بتغلب بالشغل، ما شاء الله على نكهتها جدا طيبة. وهيك صبايا صارت وصفتنا جاهزة لهاليوم. بتمنى إذا الوصفة عجبتكم والفيديو عجبكم لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر اللايك وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد. صحتين وألف عافية على قلوبكم. شكرا لحسن المتابعة.